السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يلا بقى نبدأ معاكم اول روتينيات الشتاء. طبعا انا كنت فرشة السجادتين اللي هم البيج الخفاف دهم، اللي متابعني هيعرف انا بتكلم عن اللي هم السجادتين دهم حلوين اوي في الصيف، خفاف وفي نفس الوقت صغيرين كده، ما بيغطوش المكان كله، يعني دهم صيفي صيفي يعني. وفي غسيلهم سهل وبرضو في بيتبهدلوا بسرعة، يعني الاتنين مع بعض بيتبهدلوا بسرعة وبيتغسلوا بسرعة. وبقى زي ما انتم شايفين قلت بقى ايه ابدأ اغسلهم، عشان دهم انا في واحدة فيهم بحطها في اوضه النوم. يعني انا عندي في سجاد بقى كبار للشتاء، هتشوفوهم دلوقتي معاكم وانا بفرشهم. وفي بقى ايه السجادتين دهم بحط واحدة منهم في اوضه النوم عشان خاطر تغطي ايه، عشان الشتاء جاي نغطي بقى السيراميك كله. فقلت بقى ايه اشيلهم واغسلهم وكده وافرش التانيين انا كنت وديتهم غسلتهم بره، عشان بصراحه انا يعني ايه قلت بعد كده السجاد التقيل ده بالذات اوديه يتغسل بره. وبعد كده ايه ده كان يوم الجمعه، انا جيت يوم الجمعه عملت غسلت السجاد، بس بصراحه ايه ومسحت وكده، مسحت القطعه اللي هي بتاعت اللي انا بمسح فيها اللي بغسل فيها السجاد، بس ما قدرتش بصراحه ايه افرش وكده. لا قلت بقى ايه خلينا تاني يوم، وتاني يوم كان عندنا كده كده درس، فانا بحب او يوم السبت ده بيبقى عندنا درسين كمان مش درس واحد في البيت، فبحب ان انا ايه اقوم الصبح بدري اعمل ايه وممكن قبل ما انام اعمله، بس بصراحه لا اليوم ده قلت لا خلينا يوم السبت اعمله. فزي ما انتم شايفين بقى البيضات دي كمان، والبيضات دي انا كنت عاملاها في العيد بس انا ما فرشتش معاكم في العيد، ما شفتهاش. البيضات اللي انا كنت جايبه قماش كده وخليت خالته عملته، وجبت اللي هو اللي هو البتاع اللي هي الكور ده بيجي بالمتر، وجبت اللفه على بعض. حتى انا صورت معاكم فيديو على فكره عند الراجل اللي بيبيع الحاجات دي في العتبه، عنده الغورية كده. كان بيبيع الواحدة ب35 كام متر، لا ب30 تقريبا ب30. كانت كام متر؟ كانوا انا مقستها 16 متر، وكان بيقول 18 بس هي مقستها بالظبط طلعت 16. توفير كتير طبعا. يعني احنا هنا عندنا اللي هو بتاع الكرنفال بيقولك المتر ب5 جنيه، لو حسبتي المتر ب5 جنيه، بس لو انت رايحه بقى العتبه مخصوص يعني ايه تجيبي حاجات تانية. وبعد كده بعد ما خلصنا بقى فرشناه ومسحت الارض طبعا الاول، فالقطعه دي مسحتها، ما كنتش مسحتها، انا كنت ماسحه مكان الايه المكان اللي انا غسلت فيه السجاد. وبعد كده بدات افرش بقى السجاد اللي بقول لكم عليه ده، كان مغسول حتى ما مغسول بقاله يجي اسبوع، بس كل شويه اقول هفرشه لا قلت بس لازم اغسل الاتنين اللي محطوطين البيج ده من الاول عشان اشيلهم وافرشهم في اوضه الايه اوضه النوم. وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين خلصنا بقى القطعة الأولانية كده، هندخل بقى على القطعة دي برضو دي ممسوحة كده كده، هنبدأ بقى ايه نفرش برضو فيها السجاد ونحط بقى السفرة عليها عشان خاطر ايه نداري معظم البلاط اهو. وهنا بقى انا حاطه بقى الترابيزه كمان، عشان احنا زي ما قلت لكم احنا عندنا درس يوم السبت درسين. فزي ما انتم شايفين بقى كده فرشنا بقى كمان السجاده هنا، وفرشنا السفره، وبقيت احط حاجات كده زي الحاجات دي اللي انتم شايفينها على السفره، عشان خاطر عندي دودو ايه بينتش كراسي السفره كده. وعندي بقى ايه حبيت اوريكم برضو الستاره، هوريكم الستاره اللي انا عاملاها من بره دي. بصراحه انا في الاول كنت رافضه فكرتها وما كانتش عجباني، بس قلت ايه بقى احنا بندي دروس وكده عشان خاطر الجزء ده يبقى مفصول عن الشقه، يعني طول الاسبوع بتبقى محطوطه. انا عندي دروس طول الاسبوع ما عدا الاربع والخميس والجمعه الحمد لله، يعني الثلاث ايام دول بنريح فيهم، فبروح بقى ايه حطها على الجنب كده. لكن طول الاسبوع بتفضل نازله كده ما بتبقاش كاشفه، كاني ايه جزء لوحده في الشقه. فجيت بقى نزلتها اهو، انا بوريها لكم من جوه ومن بره بصراحه. وعلى فكره شكلها طلع حلو، يعني انا كنت معترضه ان هي فاصله المكان عن بعضه، بس شكلها طلع حلو. وهنا بقى ميدو ابني طبعا ما بيفتكرش نفسه على اخر لحظه، لازم يكتب كلمات الدرس اللي هي التسميع قبل الدرس على طول. هو انت بجد هتنزليها؟ عادي. هو ايه اللي عادي يا ماما؟ مش عادي. هنزلها يا ميدو. لا لا انزلها. لا. ميدو بيكتب كلمات الدرس اهو عشان عنده درس دلوقتي زي ما قلت لكم. احنا فاردين الترابيزه وشدينا الستاره عشان بدأنا ايه هيبدأ عنده درس دلوقتي. بس فعلا هي انا كنت متضايقه الاول من منظرها الستاره دي، بس حسيت ان هي فعلا فاصله المنطقه دي عن الشقه كلها.
وبعد بقى ما خلصنا الريسبشن دخلنا على اوضه الولاد بقى عشان خاطر نطلع بقى بالمره الشتوي، بدل فرشنا السجاد الشتوي نطلع بقى الشتوي بتاع الاولاد عشان عندي لنا شتت. بس كل ما تيجي تجيب بقى ايه تلبس تجيب لي حاجه من اللي تحت كده، حتى زي ما انتم شايفين المنظر متبهدل من تحت عشان في حبه شتوي انا حطاهم تحت هنا مع الجواكت مع كده. كل ما تيجي تلبس تروح مطلعه لي حاجه، فقلت لا بقى ايه مش هنفضل ننتش ونسيب الصيفي فوق. انا قلت حتى ميدو هطلع له الشتوي بتاعه كله فوق واخلي شويه صيفي تحت، بس ايه هو دوم اللي يغير منهم على ايه على ما يبدا يشتي هو كمان. اهو زي ما انتم شايفين الجواكت احنا حاطينها برضو تحت كده، هبدا اعلقهم على الشماعات عشان يتعلقوا. وعندي بقى ايه غير الشتوي دوت هدوم تحت السرير برضو شتوي. شنطه كده عيناها هطلعها هي كمان عشان اعين فيها الشتوي اعين فيها الصيفي واطلع الشتوي منها. هبدأ بقى كده زي ما انتم شايفين، وده لبس المدرسة برضو هبدأ ارتبه هو كمان. وهنعمل بقى معاكم كمان الغدا بقى ايه عدس، هو الشتاء لا اما عدس لا اما محشي كرنب. فهنعمل بقى معاكم والقرنبيط بقى كمان طلع. الاكلات دي بقى كمان الشتاء اكلات الشتاء عامه بتبقى كتير وفي نفس الوقت اكلات حلوه. وفي بقى اللي هيطلع برضو البسله والفاصوليا موجوده، عامه خضار الشتاء بيبقى جميل. هنعمل معاكم بقى النهارده فتة عدس. اول حاجه بقى زي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم برضو هطلع بقى الشنطه اللي هي دي شنطه السفر دي، هطلع منها الشتوي عشان ارتبه برضو. بتاع لينا وبتاع ميدو. انا بتاعي لسه مش هطلعه دلوقتي، انا ما بحبش اشتي في الاول كده، بقعد فتره خالص لما الجو يبرد قوي وابدا اشتي، حتى ببقى سعانه بس بحب ايه اشتي متاخر. وبعد كده بقى السرير، طبعا السرير دي بقى لها فتره ما اتعملش تحتها، اشيل بقى كمان دوم. اشيل اعمل تحت السرير ده، بس التاني بصراحه لا مش هشيل اعمل تحته، يعني شويه كده وابقى اشيل ابقى اعمل قبل يعني ايه على اجازه نص السنه ممكن نبقى نشيل تحت السرير ونعمل تحتيها بالمره واوضه النوم وكله نبقى نعملهم مع بعض اهو. هبدا بالمكنسه بقى اشفط كده تحت السرير. وبعد كده ايه رجعت تاني الطبق ده الكبير ده كنت حاطاه على المطبخ فوق، كنت بغسل فيه البطاطين وكده، بس بصراحة لقيته مغيم الدنيا لا نزلته تحت السرير ملوش مكان حطيته تحت السرير. وهبدأ اطلع بقى البيجامات زي ما انتم شايفين متطبقين، بس هعيد تطبيقها برضو. كان مغسول ومتشال وكده شايلاه مقلوب، فهبدأ اعدله كده واطبقه برضو. وكل بيجامه في قلبها حتى برضو في قلبها البنطلون عشان لما نيجي نطلع الشتوي ما نقعدش ايه نتوه ونقعد ندور عليهم لا. اهو هبدا احط كل بيجامه في قلبها البنطلون واطبقهم بقى ايه وارصهم في الدولاب برضو هما كمان. وعاملين ده ايه في الايام دي في الجو ده، وفي نفس الوقت في التقييمات اللي ولادنا بيروحوا فيها كل يوم دي، يعني انا مبقتش عارفه اغيبهم خالص، حتى لو هم قايمين من النوم عايزين يغيبوا وانا نفسي ساعات ببقى مش قادره اقوم مش عايزه اودي مدرسه. بس بصراحه التقييمات دي اجبرت الناس ان هي كل يوم تروح حتى لو الجو ايه. وبكده بقى زي ما انتم شايفين خلصنا بقى الدولاب ورصينا البيجامات ورصينا بيجامات لولو في رف مع الملابس الداخليه اهو. الرف ده كله حطيت البيجامات بتاعت لولو، والرف اللي فوق برضو حطيت برضو البيجامات بتاعت ميدو، حاجات بتاعت ميدو الشتوي حتى لو مش هنستخدمها دلوقتي، بس قلت ايه بدل ما اقعد كل شويه اشيل واحط لا حطيتهم. حطيت بس شويه صيفي، خليت شويه صيفي بره الميدو حطيتهم تحت وعينت بقى ايه بقيت الصيفي اهو. ده هم حبه صيفي الميدو سبتهم تحت. وبعدين بصراحه انا رصيت الهدوم كلها، يعني لسه ما اعرفش ايه الصغير عليهم وايه اللي هيجي عليهم، بس قلت ايه بدل ما كل شويه اقول لهم تعالوا قيسوا ده لا قلت وهم بيلبسوا اللي يصغر عليهم اروح عيناه على جنب. وكمان بقى علقنا كمان الجواكت اهي. وبكده بقى نبقى خلصنا الشتوي عامه، طلعنا الشتوي وعنا الصيفي. وهنبدأ بقى معاكم نروق الأوضة وندخل بقى ايه ندخل على المطبخ نعمل بقى ايه الغدا بتاعنا. وجيت بقى دخلت على المطبخ بقى زي ما انتم شايفين، قلت بقى اعمل معاكم فتة العدس. جبت العدس ونقعته شويه غسلته كده ونقعته، وجبت بقى ايه بصلايه ورحت مقطعاها زي ما انتم شايفين، وجبت طماطمتين رحت مقطعاهم، وكان فص توم برده مش كتير فصين توم كده وروح اقطعهم. ولو سلام بقى لو عندي الجزر، بس بصراحه كسلت انزل اجيب جزر. وكل ده بقى حطيه وحطي عليه شويه ميه وسيبيه بقى ايه مع نفسه. وبعد بقى ما يستوي كده يعني هتلاقي بقى كل حاجه طريت. هسيبه بقى كده لغايه ما يبرد، وبعد كده اروح ضرباه في الخلاط، بس للاسف كان الموبايل ايه فصل شحن وحطيته على الشحن. ورحت جايه بقى في حله تانية جايبه شويه شعريه ومعلقتين، يعني حوالي معلقه شعريه،
وجبت معلقتين زيت كده ورحت مشوحاها كده، اديت اللون الذهبي. ورحت عندي ايه بقى باللي انا ضربته، الخليط اللي انا ضربته في الخلاط، ورحت نازله عليه. انزلي بقى بشويه كمون وشويه ملح وبقى ايه شطه. انا عن نفسي بحب احط له شطه، بس دي اختياري، اللي عايز يحط عايز، واللي مش عايز يحط ما يحطش شطه. وبعد كده بقى ايه سبته يغلي غلوه. ورحت ايه بقى جايبه العيش زي ما انتم شايفين كده، رحت مقطعاه بقى بالمقص كده قطع صغيره كده. وكمان بقى بصل بقى، في ناس بتحب البصل الاخضر، انا مش بحب الاخضر قوي، ساعات بيطلع حراق. هاتي بقى بصلايه حلوه حمرا كده، وروحي مقطعاها كده، وحط عليها شويه خل وشويه كمون. ومخلل بقى لو في لفت، بس اللفت بقى لسه ما خللناش لفت. ومخلل ليمون كمان كده. وايه ده بقى الشتا. وبعد كده زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم، بعد ما قطعت العيش وطبعا العدس سخن بقى كده، ورحت نازله على ايه، على على العيش كده، وكله بقى معانا احلى فتة عدس. وبكده بقى نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوناش بقى باللايك وسبسكرايب او الاشتراك، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. والسلام عليكم.